محاولة متواضعة جدا لإنقاذ تراث وتاريخ مدينة، ومش أي مدينة، مدينة الإسكندرية أعرق مدينة في التاريخ. فهي محاولة يعني متواضعة، بنعرض فيها نماذج وروائع من الخط العربي في اليوفط القديمة اللي كانت بتستخدم في المحلات وواجهات المكاتب والعيادات. كان الفنان أو كان الخطاط بيعمل كل يافطة كأنها عمل فني، ما كانش العملية عملية تجارية، ما كانش الهدف إنه يربح، كان بيستخدم الموضوع بعمل فني بخامات في غاية الرقة والبساطة، استخدام ورق الذهب وحرفية عالية ما بقتش النهاردة موجودة. ومع الوقت الحاجات دي بتوشك إن هي تضيع، ومع تدخل الكمبيوتر والسكانر والبانر، فطبعا في النهاية هنلاقي يعني خطوط حديثة وأعمال كلها زعق قوي، أعمال منورة قوي، استخدام الإضاءات بقت زيادة عن اللزوم. فهي طبيعة عصر وطبيعة وقت مختلف عن الوقت القديم اللي كان فيه حاجة من الهدوء والبساطة. فإحنا يعني بنحاول إن إحنا نحفظ هذا التراث لأجيال أخرى. وكنت أتمنى نعمل الموضوع ده من سنوات مضت، يعني كنت هلاقي كم أكبر، كم أعظم من الأعمال الفنية. النهاردة اللي قدرت أعثر عليه عدد قليل جدا، لكن على الأقل قدرت إن أنا أحفظ هذا التراث القيم. وساعدني في ده مجموعة معايا من الفنانين، كان معايا الفنان عماد رسلان والفنان محمد نبيل، بعدستهم الجميلة وبرؤيتهم استطعنا ان احنا نسجل هذا التراث القيم الجميل لمدينة الإسكندرية. يعني انا عجبني الفكرة وعجبني التنفيذ، فكرة ان تسجيل التراث الخطي في الإسكندرية، وده مش تراث الخطي وبس، تراث كل الاماكن اللي كانت موجودة في اسكندرية. لما كان كل مكان يهتم ان يكون شكله جميل، يعني يكون في قيمة الجمال في الإعلان بتاعه، في اللوحة بتاعته، يعني يقول يعلن عن نفسه بمنتهى يعني الرقة والتواضع. يعني ما كانش فيها الإبهار والأضواء والألوان الكتيرة، لا، كان معظمها بالأبيض والأسود بخطوط راقية جدا جدا جدا. وفي بعض كبار الفنانين اشتركوا في هذه اللوحات، يعني زي مثلا الأستاذ كامل إبراهيم، محمد إبراهيم، يعني ده تراث فني كبير جدا جدا. في نفس الوقت توثيق اسكندرية كان شكلها ايه، لأن ممكن بعد كذا سنة ممكن كل الحاجات دي تندثر، ويبقى بقى طبعا دور الكمبيوتر. أنا شايف إن الكمبيوتر في الخط ده بيعمل يعني إهانة للخط العربي، إنه بيحول الخط لحاجة ميكانيكية، يعني حاجة آلية تماما ما فيهاش الإبداع. يعني الإنسان المبدع اللي بيتعب عشان يعمل اللوحة اللي هي يعني هي عبارة عن لوحة فنية، هو بيعتبرها انها لوحة فنية مش مجرد حاجة لإعلان منشأ. فهو جهد جميل من اللي صوره من أشرف على الفكرة. هو الحقيقة المعرض ده متميز لسببين. السبب الأولاني إن هو صوتك يا جماعة شوية، إحساس بالغيرة على القيم الجمالية اللي احنا يعني بنعتبرها موروث ثقافي، بنعتبره في تراثنا أو في تاريخنا نوع من الشرف اللي نقدمه للمستقبل. ما هوش مجرد يعني رصد لبعض اليوفط أو الكتابات اللي موجودة، لا، ده قطعة من الزمن بنحط فيها كيف كان المبدع البسيط اللي احنا بنسميه خطاط بيتعامل مع الخط وكأنه مبدع خلاق لعمل إبداعي، ما هوش مجرد خطاط بيعمل يافطة يعني. ودي رسالة إلى الكمبيوتر، إنه يعني بيقول للكمبيوتر ما زال الهيومن تاتش أو ما زالت اللمسة الإنسانية هي سيدة الإبداع حتى لو كان في مجال الخط العربي. القيمة الأخرى إنه أتيليه اسكندرية الحقيقة
بشكل عام وبالتعاون مع نادي الكاميرا اللي هو يعني احد المراكز المستنيره في الاتيليه، انهم بيعتنوا بالحاله الثقافيه لبلدنا بشكل عام واسكندريه بشكل خاص. مش مجرد برضو الابداع في مجال الكتابه وفي مجال الفن التشكيلي، لا ده كمان عندهم غيره المسؤول عن رصد التاريخ المحترم لثقافة المصري العظيم اللي كان هو منتج بيثبت الإسكندرية مكانتها ومكانها كعاصمة لمصر في معظم تاريخ المصريين باستثناء ال 280 سنة اللي كانت فيها القاهرة عاصمة. طول عمر مصر كانت الإسكندرية هي منصة المعرفة ومنصة الحكم وأيضا منصة الفن زي ما شفنا الحقيقة. فأنا بحيي أهل اسكندرية وبحيي نادي الكاميرا وبحيي الفنان خالد هاني صاحب الفكرة البديعة واللي هو يعني نعتبره يعني أمين على مسألة دور الثقافة في حياتنا، مش بس دور الفن والكتابة كجماعة للفنانين والكتاب. وأنا سعيد جدا إن أنا بنفتتح والدنيا ضلمة والنور مقطوع عشان نوصل رسالة جديدة إنه القيمة فينا إحنا والنور فينا إحنا، وإحنا بنسقطه على الأمكنة وعلى الأشياء حتى لو كانت الدنيا ضلمة. الله عليك يا دكتور. حلوة جدا جميلة. طب سؤال وهي في نفس المعنى، الضوء برضو جواهم هو اسقطوا القيمه على الاشياء اللي موجوده دي بنفس الطريقه. بالظبط. شكرا جدا. انا اللي متشكر يا دكتور. افتتاح مميز، انا بالنسبه لي سعيد جدا بالافتتاح في الجو الرومانسي. جميل. الحاجات اللي مش هنشوفها بعد كده. شوف التأنق بقى. لا ديوان الديوان هنا كلمه بيعبر عن الكلمه. ايوه سامع الاسم ياسين رجع فين الناس. لا هو ديواني كله، بس هو الفكره ايه؟ خلى دي لا ديواني كله، بس خلى دي السنين الطويله ودي عملت فيها شريط اخرج خلت المال. لكن هو كله قاعده الديواني. هنا فندق فؤاد والنسخ. انا عاجبني قوي الافتتاح كده. كل مره هنا خطاط ابراهيم المصري طبعا من القاهره. تلميذ محمد ابراهيم ابن اخته. نسخ قوي تسمح فيه ابراهيم اخذ تركيبه محمد ابراهيم حتى في ما هو كان مؤثر في الجيل ده كله. وعامل طبعا تكوين جميل قوي تحت الفارسي وكان بيتعمل بورق ذهب يعني. برافو عليكم. طبعا مش هتشوف. شوف الكمال بقى التخطيط ده عليم بس مش اللي هناك ورا سيسل. بس شوف الدكتور ده كان عميد كليه الطب. ايوه راجل محترم قوي محترم. البنر والخط ولزق مفيش وقت واوفر. عجبني قوي انت جايب مع الحته دي مع التشاميل والورق. والله انت اصلا حاولتها عمل فني يعني مش بس تمثيل. الله ينور عليك. عمل الجميل ده خطاط اجنبي يعني اسمه شوتاكي. شكله تركي كده. شوتاكي مش من مصر، لكن القاعده بتاعت السيريس والفارسي ده جالي فارس كان مركب بقى ما شاء الله. شوف جميل وأني بقى مع الخشبة اللي فوق مع المسمار. الله. يعني هي كلها لوحة فنية. وبعدين احنا ملزقين على ورق عادي يعني مفيش. لا هو كده مش حاجة. لا هو خامة طبيعية.
الخلايا الجوهريه اللي فيها دي من النجاح. منظومه حلوه قوي. برضه انت بالظبط بتصور موضوع مش مصور. شوف بقى اليوم قمصان جديد، يعني شوف التكشرز اللي اتعمل لوحده، واللون الازرق اللي كان ازرق بقى بتكون طبيعة لوحه غير عاديه، لوحه غير عاديه. ايوه طبعا. خط كوفي مودرن كده. ده لبس حركوه شويه خلي نفس طبعا شيء القطرين كان يعني عامل تكوين جامد بس غير حاجه طبعا انما هو عاملين لوحه يعني زباله هتتكسر تتفرج خلاص نص ازازه، فاحنا لحقناها يعني. ليه ما بتخليش الحاجات دي؟ هيعملوا قضيه. لا هو ده المجلس الاعلى من واحده مش هينفع، انت عارف البيروقراطيه. هيقول لك هي كده هيفهم غلط. احنا بنصور دي الراجل اتعارك معاه تصوروها ليه؟ ها عمل لنا عركه، هو عركه يعني حقيقيه. انتوا قاصدين ايه بتاعتكم؟ يا سيدي احنا بنعيش المنظر ده عمرنا ما هنشوفه الساعه تتعمل كده. طبعا كان لازم طبعا والا القليل الاصلي لا تحفه مع الفرفوشيه الايطالي مع انا بشوف الواحد بيذوب لما يشوف. طبعا ده طبعا لازم رئيس الاتيليه ده جت بالصدفه يعني، بس هي فيها خطأ انه كتب وفيق فمسحوها يعني. لكن انا عجبني الجو والشياكه برضه، ده مش هنلاقيه بعد كده. طبعا ان شاء الله. تحقيق رماده من شتى المعارف. فارس جميله جدا. فارس متفرده دي. شوف فيها تصرف ما هوش الحركه دي مع دي بس الفرس تحرك شياكه، دي تخش كده ودي تخش كده. ده عجبتني قوي قوي بقى الديواني ده، خشب مقصوص. ديواني وبعدين دخل هنا برقم سمعتك مش احسن من الكهرباء. جراش الجامعه معمول شغل الجمال. هي لوحه عمل كده. هو ده كمان الورق ده بقى اللي بيعملوه سكونتين ده عاوزه حنفي ما بيعرفوش يعملوه دلوقتي. كنت اعرف بس كده وشوف بقى مش خلص ان شاء الله. شوف بقى دي اللي بقول لك عليها كلها ركب. كلها ركب حتى بتمدته كله، بس تحسسك الرقعه هنا غير هنا. انا عجباني جدا جدا. اللي فوق بقى كلها نسر، هو المصري برضه بس شوف هنا كلها نسر، كلها رقعه يعني اسمها نواعش كلها نسر كلها رقعه.
بص ده بقى اللي عاملها المصري بخط فارسي وناس رائعه طبعا من الورق الدهب كبيره جدا، وقام جاي ده داخل يكسر البتاع فظيع يعني كسر اللوحه هجوم هجوم. اوتيل كورليون كان الصبح حط صور استخدام المؤمن حتى الحاج العبد بفكر في المواهب العظيمة واحتار عقلي ودليلي، أجيال كتير من زمان ولحد الآن في جيلي، فنانين والفن الحقيقي بقى نادر وقليل. مصر أم الحضارة والفنون، لا تقول لي فرنسا ولا شيلي، يا اللي أنت بتقول لي فين هي الفنون وجاي تشكيلي. معانا النهارده فنانين عظام في الفن التشكيلي، وشكرا لكم.